مغترب السعودية لو 5 سنة ما ظهر الزول ده ولا قاعد تصل لناس بيتهم ولا أي حاجة. يوم من الأيام اتصل قال لي ما ناس أنا جاي يوم الخميس. الأسرة كلها اتلمت يا زول والناس مبسوطين. الزول ده حيكون جاب قروش وجاب لنا هدايا وبتاع. يوم الخميس جوهم مجتمعين كده شوية دق لهم الباب جام زول مقطع ومرمق ملابس كيف وضعيف صليب وطالع. الزول ماشي بخط أحمر بس. لقى الناس بتغدوا منجا كده طوالي خشلت في الصينية والزول ده جيعان قاعد ياكل والناس بعينه له ساكت مستغربين. ابو قاعد في العنقريبه زول زعلان منه قاعد يحمر له ساكت. اخوانه قاموا سالوه قال لي يا معقوله ده حال الزول مغترب 5 سنة ما عملت اي حاجه؟ قال لهم عملت بوكسي. قال لي يا زول ما شاء الله عملت بوكسي. وين البوكسي ده استي مكان تجيبوه؟ قال له البوكسي قاعد في بور سودان داير له حاجات بسيطه. قال له زي شنو؟ قال له 4 لساتك بينا بيبي مطاراتي. الابو بحمر ساي داير له عمود نص وجرى بوكسي. الابو بحمر ساكت. قال له فيش اللخ في الباضي كده داير له سمكر. الابو قال له دينا ويمانيا ود الذين الحاجات اللي قلت هذه لو ربطت على عنقريبي ده هسي يدور. آدم جوا. مغترب السعودية جه من السعودية كده طوالي ملص ملابسه ديك خشلوه في ملابس شينة كده عشان بتاعين التاكسية ديل ما يعرفوا. الشر له بتاع ركشة كده قال له ماشي نادي الأسرة. بتاع الركشة قال له والله 15,000 لكن انت دفع شكلك كده امورك جات اجيب 13 بوديك ما في مشكلة. والزول مصدوم قال يا اخ معقولة 13,000 اسأله عرفنا مغترب كان قال لي 30,000. شوية الركشة وصلته ليه مكانه صاحبك نزل قام فات. بعد شوية كده بتاع الركشة دور جه جنبه كده عايل له كده وقال له بنعرفك من جضومك يا كيشة ما من هدومك.